اهلا بكم في حلقة جديدة من التاريخ كما يجب ان يكون. طبعا انا قلت في الحلقة اللي فاتت ان انا بعمل رصد الاحداث والمعلومات التاريخية للاجيال اللي موجودة، لان الدنيا دلوقتي ماشية غلط بسبب اللجان الموجودة. اللجان بتسطر اي حاجة الباطل على انها صدق، وان الكذب على انه صدق، والصدق بيكذبوه. والجيل اللي طالع كله ماشي بقاعدة مبدأ البيب بيب، اسلوب حياة بتفرض نفسها عليهم. يعني اي حاجة غلط مباحة مستباحة في مصلحة الاهلي انا موافق عليها، فده غلط. مفيش عقيدة ماشية بغير فكر ومنطق. اي حاجة بنمسح فيها عقلنا فاسمه قاعدة شاذة او عقيدة شاذة. فبناء عليه انا قلت ابتدي الحلقات بتاعتي بمعلومة صغيرة هي تشد الانتباه شوية وبس، مفيش اعلامي قالها او ذكرها، لان اعلامنا احمر من بعضه. فاتضح ان في 3 انديه قدرت تهزم النادي الاهلي، وذكرتهم في الحلقه اللي فاتت. الزمالك مرتين 6-0، 42 و44، والترام سنه 52 53 دوري ممتاز الاسبوع الاخير غلب الاهلي 6-0. ده كان تاني فريق يغلب النادي الاهلي. اما الفريق الثالث فكان نادي السكة الحديد موسم 57 58 دوري عام 6-1. وعن شرط وثيقة لجريدة المسا بتقول المباراة التي أدت إلى ثورة. فعلا جماهير النادي الأهلي راحت للنادي وقامت بثورة وشتيمة وتهزيء وتكسير للعيبة الكبيرة، وكان أولهم المرحوم صالح سليم، وأطاحت بكتير أوي من اللعيبة في الجيل دوت. في موسم 57 58 كانت فضيحة إن السكة الحديد يغلب الأهلي 6-1، بما فيهم حارس مرمى السكة الحديد يجيب جول من ضمن الأهداف دي. ففي بناء عليه أنا بقول الأحداث في الحلقة اللي فاتت بسرعة، لأني وأنا بتكلم جالي تعليق كده من نادي من واحد أهلاوي، إن أنا قلت قبل كده إن الأهلاوية لو يطلعوا يكدبوني هبقى مبسوط، لو يقولوا معلومة مفيدة هبقى مبسوط، لكن معظمهم بيشتم. ففوجئت بواحد قال لي مهما قلت انا مبسوط بهزيمة 44، فسافرنا لفلسطين شرف ليوم الدين. طبعا انا كتبت له ان انا لو حكيت لك عن الرحلة دي هتتعب من الكتابة، فهعمل لك فيديو. فبناء عليه قبل ما اعمل انشاء لي تأسيس النادي الاهلي والنادي الزمالك والوثائق اللي بتثبت انشاء الاتنين، انا قلت افكروا الاول ان دي اكذوبه اللي هم قالوها. سافرنا لفلسطين شرف ليوم الدين. ليه بقى؟ لان الشرف ان انت تلاعب انديه عربيه، ان انت تعمل قضيه، لكن مش تروح تلاعب 3 انديه تابعه للاتحاد اليهودي. ومعايا وثائق من صحيفه فلسطين اليوم بتثبت صحه كلامي. ده انا هعمل لك مفاجاه، جايب لك التذكره، جايب لك تمن التذكرة. واحد بردك هيقول لي ايه العملة دي، عشان هي 110 املات. جبت لك العملة نفسها. فاكتر من كده ما تحاولش ان انت تكدبني وتصدق اللجان. ما تحاولش تمشي بمبدأ اللي انت ماشي عليه، قاعدة البيب بيب اسلوب حياة بتفرض نفسها عليه. لا، حاول تفكر، لان مفيش عقيدة بدون فكر ومنطق. فهبتدي كلامنا بهدوء كده ونرصد احداث، وكل يركز معايا عشان الكلام اللي جاي مهم جدا. في موسم 40 لحد موسم 44 احتكر البطولات نادي المختلط لحد مسماه يوم 5 يناير 1942، لان بعد مباراة نهائي منطقة القاهرة 2 يناير 42 بهزيمة الاهلي 6-0 في حضور الملك فاروق، تم نادي الزمالك باسم فاروق الرياضي. فبناء عليه نادي فاروق الرياضي احتكر البطولات من 40 ل 44: كأس منطقة القاهرة، كأس السلطانية، كأس مصر. لدرجة ان الزمالك خد 40 41 41 و 42 42 و 43 مناصفة مع النادي الاهلي لحد موسم 44. فموسم 44 طبعا ان النادي الاهلي في الفترة دي كان في حالة مادية سيئة، وكان ما عندوش لعيبة ولا تجديد دماء للعيبة، لدرجة ان
معظمهم كان كبار في السن. السيد مختار محمود مختار التتش الملقب بالتتش، ومكاوي وصفواني كابتن والكسار وامين شعير، كلهم لعيبه كبيره. فكان عايزين يجددوا الدماء. الايام دي كان اول ظهور لعبد البقال مكتشف النجوم. طب الراجل ده محتاج فلوس عشان يكتشف نجوم، عشان يجيب لعيبه. فالوقت ده كان ماسك نادي الاهلي لحد سنه 40 جعفر باشا والي. الراجل ده حالته الصحيه تبهدلت، وحالته الماليه اتبعثرت بردك واتبهدلت، لدرجه ان سنه 40 ترك النادي الاهلي ومسك رئاسه نادي الاهلي احمد فؤاد انور لمده سنه، ما عملش حاجه فيها، لا اي انجازات ولا اي بطولات. فبناء عليه النادي الاهلي طلب جعفر بيه والي انه يرجع تاني يمسك رئاسه الاهلي وهو مريض، لدرجه انه توفى سنه 44 ومسك الرئاسه من بعده احمد حسنين باشا. نيجي بقى لنقطه ان النادي الاهلي عنده تعثر مالي، مش هذكر اي حاجه في الوقت الحالي، عنده تعثر مالي ورياضي، مفيش بطولات مفيش ماليه. فجه شركه روسيه تطلب منهم ان هم يلعبوا 3 مطوشه فين؟ في فلسطين، بس مع انديه يهوديه. نادي بيطار كان ابيب، ونادي بن حيفا على فكره في ارتباط بينه وبين النادي الاهلي هقول لكم مع انشاء النادي الاهلي، ونادي منتخب القدس. ال3 مباريات دول اتلعبوا من يوم 25/8 28/8 لحد يوم 5/9 اخر مباراة اتلعبت. النادي الاهلي لما جه يسافر طبعا كان في حالة غضب شديدة قوي من الاتحاد المصري انه يروح يلعب تبع الاتحاد اليهودي، فرفض انه يسافر. فالنادي الاهلي صمم انه يسافر، لدرجة ان مندوب الاتحاد راح لعبد البقال في محطة مصر يأكد عليه ان اي لعيب هيسافر هيتشتم. فبناء عليه سافروا باسم نجوم القاهرة، ايوه زي التذكرة اللي قدامكم دي، نادي نجوم القاهرة، يوم 28/8 زي ما مكتوب ان المباراة اهي الساعة 5. وانا بكلمكم هحط لكم التذكرة وهحط لكم المباريات وهحط لكم كمان صورة الفريق اللي لعب، حتى العملة هحطها لكم. المهم ان الناس بتدعي انه بيقول لك مختار التتش حارب الملك وسافرنا لفلسطين. دي الاغنية على فكرة، وكان نفسي ابتدي بيها اشغلها، بس اشغلها في التأسيس لان في التأسيس تبقى اجمل. قال لك ان مختار التتش حارب الملك وحيدر باشا. المفاجأة ليكم للناس اللي بتبحث، من سنة 43 45 كان رئيس اتحاد الكورة فؤاد سراج الدين، كان حيدر باشا سايب اتحاد الكورة، واللي ادى تصريحات للعيبة الاهلي محب النادي الاهلي فؤاد سراج الدين. كان ساعتها رئيس الوفد على فكرة، كان وزير الداخلية وزير اتحاد الكورة ورئيس اتحاد الكورة، ومن بعد تركوا لاتحاد الكورة ووزارة الداخلية بقى رئيس الوفد. المهم ان فؤاد سراج الدين ادى تصريحات للنادي الاهلي سفر عن طريق القطر. الناس دي ما سافرتش باخره ولا سافرت طيران، سافرت بقطر. كان زمان شركة الترام اللي فيها اسهم عثمانية عاملة محطة قطر من رمسيس لحد القدس. فالنادي الاهلي وصل لحد القدس يوم 25/8 علشان هيقابل نادي بيطار تل ابيب يوم 28. وحصلت ضجة كبيرة لدرجة ان اول ما وصلوا للقدس الاتحاد اليهودي رفض اقامة المباراة. ايوه خلاف رياضي بين الاتحاد المصري والاتحاد اليهودي، بل بالعكس ده الاتحاد اليهودي اصدر قرار بعدم لعب المباريات اي مباراة مع اندية مصرية، والاتحاد المصري صمم ان النادي الاهلي اللي مسمى بنجوم القاهره ما يلعبش مع اي انديه يهوديه. فحصلت فجوه وصراعات بين الاتحادين بسبب المباريات دي. النادي الاهلي تجاهل الاتحاد المصري فتم شطبه، ونادي بيطار تل ابيب تم ايقافه لمده سنه على فكره بعد واقعه لعبه مع النادي الاهلي. كل ده بسبب الماده اللي هي 18,000 جنيه، كان بمثابه
$90,000. كان ساعتها الدولار الجنيه ب$5. فالنادي الأهلي حصل على $90,000 مقابل 18,000 جنيه للعب ال3 مباريات دول. النادي الأهلي لعب المباراة الأولى وقدر إن يكسب 2-0. المباراة التانية مع بن حيفا اتعادل 1-1. المباراة الأخيرة مع منتخب القدس نجوم القاهرة ومنتخب القدس غلبوا 4-1. ال3 ماتشات دول خلصوا يوم 5/9 ورجعوا لمصر. فوجئوا ان هما اتشطبوا، ودي حقيقة. ليه؟ لانه اتحاد الكورة اللي بيرأسه فؤاد سعد الدين، مش حيدر باشا اللي ما افادش الزمالك في اي حاجة طول فترة رئاسته لنادي الزمالك الا حاجة واحدة، ان منع انتقال نادي الزمالك من مسرح البالون لشارع الهرم. قال لك لا، هيفضل الزمالك عطفان في النيل، يعني هيفضل عطفان في النيل، وده اللي حصل. دي الحالة الوحيدة لحيدر باشا اللي خدم فيها نادي الزمالك. اي حاجة تانية هنرجع لوثائق تاريخية هقول لكم حيدر باشا وايه هو اللي جه على الزمالك اكتر ما جه للزمالك. فبناء عليه رجعوا مصر يوم 5/9، لعبوا يوم 5/9، رجعوا يوم 7/9 لمصر، لقوا نفسهم مشطوبين. فطبعا كان هيبتدي كاس مصر 44 في شهر يناير. فيوم 29/9 طلب احمد حسنين باشا بعد توليه الرئاسة لوفاة جعفر الوالي، طلب للملك واتحاد الكورة انه يسامحوا لعيبة الاهلي ويعتذروا لرئيس اتحاد الكورة. وده الخطاب اللي انا بقول لكم عليه. على فكرة لو بصيتوا تحت هتلاقي اللي عمل الخطاب ده من كتاب ومذكرات مؤرخ ومؤيد ومحب النادي الاهلي حسن المستكاوي. دي مفاجآت انا بديها لكم واحدة واحدة. زي ما من شوية وريتكم العملة ووريتكم الفيديو، يا ريتوا انتوا بتسمعوا الفيديو تشوفوا تقروا الكلام اللي انا حاطه، تقروا الوثائق اللي انا حاططها، لاني انا مش هقول كلام من غير ما احط حاجة على الفيديو. فبناء عليه النادي الاهلي جه مصر، لعب جميع الادوار اللي قدامكم دي لحد المباراة النهائية امام نادي فاروق الرياضي، وقدروا ان يتهزموا 6-0. عرفتوا بقى ان هزيمة 6-0 مش شرف ليوم الدين عشان انتوا رحتوا فلسطين، ان اللي راح فلسطين كان لازم يلاعب فلسطين، مش لاعب اندية تابعة للاتحاد اليهودي. والاجمل من ده كله ان انتوا بتقولوا ان لعبتنا كانت مشطوبة وجبناها من على القهوة ولعبنا على طول، على الرغم ان حبيبكم علاء صادق قال الكلام ده كذب، حسن مستكاوي قال الكلام ده كذب. الاجمل من ده كله مين؟ لا، ده ان انتوا لعبتوا جميع الادوار قبل نادي الزمالك، لدرجه ان انتوا لعبتوا مباراه زايده عن الزمالك. الزمالك دول قبل النهائي المصري انسحب من قدامنا، انتوا كملتوا ولعبتوا لحد المباراه النهائيه امام نادي الزمالك، يعني جاهزين بدنيا وجاهزين رياضيا ولعيبه وكل حاجه. لكن امام الزمالك المخيف الرهيب المرعب من قديم الازل قدر النادي الاهلي يسقط لتاني مره 6-0. معلش يا جماعه انا رميت الموضوع باختصار، لكن لما اجي اعمل انشاء النادي الاهلي هشرح كل حاجه على حده. واهم حاجه انشاء النادي الاهلي، كل نادي معروف مين مؤسسه ومين انشأه. اما النادي الاهلي ففي اختلافات كتيره، اهمها عمر لطفي اللي ما ظهرش الا بعد وفاه صالح سليم. مش هكشف حقائق ووثائق الا في الحلقه الجايه مع انشاء النادي الاهلي. نورتوني، ارجو منكم ان انتوا تشيروا، مش عشان خاطر الشهره، انا مش محتاج شهره، انا يكفي ان انا اسمي شبرا الزملكاوي. كلمه زملكاوي دي شهره لوحديها، ولكن انا بطلب تشيير الفيديو علشان الاجيال تفهم، عشان اللي مش عارف المعلومه يعرفها. انا مش طالب ان انتوا تشيروها عشان حاجه تانية، انا عايز الكلام ده يكون وثائق وادله موجوده علشان خاطر التاريخ ما يزفش. هكذا يكون التاريخ كما يجب ان يكون.